محمد بن واسع كان أيضا من العباد الصالحين. كان يأتي إلى صاحب له، فكان إذا جاء إلى هذا الصاحب وطرق عليه الباب فتحت جارية سوداء الباب، كان إذا سمع صوت الجارية خرجت يغمض عينيه ثم يقول: فلان موجود؟ تقول: نعم، وتدخل إلى سيدها، فكان سيدها يقول: من الذي على الباب؟ من الذي يريدني؟ فتقول: إن صاحبك الأعمى على الباب. الله أكبر. تظن أنه أعمى لأنها كلما فتحت الباب أغمض بصره وقال: فلان موجود. ما يريد أن ينظر إلى هذه المرأة مع أنها قد لا يكون فيها فتنة عظيمة. فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بمن ينظر إلى مثل هذه المحرمات، ينظر إلى امرأة قد تجملت وتحسنت ووضعت 3 أو 4 طبقات من المكياج على وجهها، وجملت شفتيها وخديها وعينيها، ووضعت أنواع التسريحات على شعرها، ثم يقول بعض الناس: يا شيخ إذا ما نظرت إليها بشهوة هذا أمر حلال. أقول: سبحان الله، أنت اللي تحدد الدين، أنت الذي تحدد الدين أم رب العالمين الذي يحدده؟ ثم أقول لحسان بن أبي سنان: ألم يكن رجلا له شهوة؟ بلى، هو رجل وله شهوة. محمد بن واسع: ألم يكن رجلا له شهوة؟ بلى، رجال لهم شهوات لعلها أقوى من شهوات أناس كثير ممن يطلقون أبصارهم في المحرمات. إذا لماذا أيها الأحبة هو لما ينظر إلى امرأة يغض بصره حتى يجاوزها؟ وغيره من الناس اليوم إذا رأى امرأة جميلة في تلفاز أو رآها في شاشة أو رآها في جريدة أو في سوق لا زال يتبعها بصره حتى تنصرف عنه. لماذا أيها الإخوة؟ إلا لأن هؤلاء يتتبعون شهواتهم ولا ينظرون إلى أمر الله عز وجل لهم.